تحدي 10 أيام لزيادة ثقتك بنفسك. هل تشعر بالخجل؟ هل تخاف من الفشل؟ هل تتمنى أن تكون أكثر ثقة بنفسك؟ هذا التحدي هو لك. اليوم الأول اكتشف نفسك الخطوة الأولى. خصص وقتا للتفكير في نقاط قوتك. ما هي الأشياء التي تجيدها؟ ما هي الصفات التي تفخر بها في نفسك؟ اكتب قائمة بكل ما يتبادر إلى ذهنك. الخطوة الثانية، حدد نقاط ضعفك. لا تخف من مواجهة نقاط ضعفك، فهي جزء طبيعي من كونك إنسانا. الخطوة الثالثة، حدد هدفا واحدا تريد تحقيقه خلال هذا التحدي. اليوم الثاني، تخطى حدودك. تحدث مع شخص غريب لمدة دقيقتين على الأقل. يمكن أن يكون هذا الشخص في متجر أو في وسائل النقل العام أو حتى عبر الإنترنت. اختر موضوعا محايدا للحديث مثل الطقس أو حدث حالي. تذكر، الهدف هو الخروج من منطقة الراحة. اليوم الثالث، احتفل بإنجازاتك. الخطوة الأولى، اكتب قائمة بكل إنجازاتك مهما كانت صغيرة. الخطوة الثانية، اقرأ هذه القائمة بصوت عال واحتفي بكل إنجاز على حدة. اليوم الرابع، تحدث إلى نفسك بإيجابية. الخطوة الأولى، اختر 5 عبارات إيجابية عن نفسك. الخطوة الثانية، كرر هذه العبارات بصوت عال عدة مرات يوميا مع التركيز على نطقها بصدق وثقة. اليوم الخامس، تجربة جديدة وبها مخاطره. جربي شيئا جديدا يجعلك تشعر بالخوف أو القلق قليلا. يمكن أن يكون هذا الشيء صغيرا مثل التحدث أمام مجموعة صغيرة، أو كبيرا مثل تجربة رياضة جديدة. اليوم السادس، مدح نفسك. الخطوة الأولى، اكتب رسالة إلى نفسك أشيد فيها بكل ما حققته. الخطوة الثانية، اقرأ هذه الرسالة بصوت عال وركز على الكلمات الإيجابية. اليوم السابع، استمتع بالطبيعة. اقضي بعض الوقت في الطبيعة، سواء كان ذلك في الحديقة أو على الشاطئ. حاول أن تكون حاضرا في اللحظة والاستمتاع بجمال الطبيعة. اليوم الثامن، قدم يد العون. قم بعمل طيب لشخص آخر، سواء كان ذلك مساعدة صديق أو التطوع في عمل خير. اليوم التاسع، قل وداعا لعادة سلبية. الخطوة الأولى، حدد عادة سلبية تريد التخلص منها. الخطوة الثانية، قم بتطوير خطة للتخلص من هذه العادة واستبدالها بعادة إيجابية. اليوم العاشر، احتفل بإنجازاتك. الخطوة الأولى، نظم احتفالا صغيرا للاحتفال بإنجازاتك خلال هذا التحدي. الخطوة الثانية، كافئ نفسك على جهودك. بعد 10 أيام ستلاحظ فرقا كبيرا في ثقتك بنفسك. لا تتردد في مشاركة تجربتك معنا باستخدام الهاشتاج #تحدي الثقة.